السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي عندي رسالة كده لفنانين مصر اللي اساسا ما يمثلوناش في حاجة لحد دلوقتي. هو انتوا مش واخدين بالكم اللي بيحصل في الدنيا او في مصر بمعنى اصح؟ مش واخدين بالكم من المؤامرة اللي عمالة تتعمل عليها بالاشاعات اللي تتحط فيها؟ مش واخدين بالكم بكل اللي بيحصل في مصر، انما واخدين بالكم باللي بيحصل في بلاد التانية، وتكتبوا وتقطعوا شرايينكم عليهم علشان يسقفوا لكم. هو انتم اللي عملوكم اللي بره ولا المصريين؟ يعني انتوا كفنانين مالكوش اي دور في مصر غير انكم بس تمثلوا وتقبضوا على قفانا، وتقبضوا على قفانا بس. احنا اللي عملناكم، مصر اللي عملتكم. فين دوركم اتجاه بلدكم بقى؟ فين دوركم؟ ولا واحد فيكم كتب بوست حتى على مصر في اللي بيحصل حواليها، وكميه الاشاعات وكميه الهبل اللي بيحصل عليها. مفيش حد فيكم. ده انتوا حتى ما كتبتوش. هقول لكم بقى ايدوا رئيس، ايدوا جيش، مش هقول لكم حتى ما كتبتوش بوست احنا بندعم بلدنا وتحيا مصر، ما كتبتوهاش. للدرجات دي مرعوبين على البهايم اللي عندكم؟ للدرجات دي خايفين على الفلوس لا تنقص منكم؟ طبعا لان الخرفان مظبطين لجان كتير قوي قوي بفلوس كتير قوي علشان تهاجم اي حد او اي صفحه تتكلم او تقول تحيا مصر. طيب انتوا كفنانين لا تمثلونا في شيء. انتوا كفنانين لا تمثلونا في شيء. قسما بالله الواحد بقى بيقرف يتفرج عليكم حتى. يعني انا عندي بتفرج على الهندي، نتفرج على التركي، نتفرج على اي حاجه احسن منكم دلوقتي. انت كفنان او فنانه ما بتطلعي بره تقولي انا مصريه. عشان ايه بتطلعي تقولي انا مصريه؟ بناء على ايه؟ بناء عليه بتطلعي تقولي انا مصريه؟ عشان مصر اللي عملتك او مصر اللي عملتك. شويه الشباب الفنانين، الشباب اللي طالعين دلوقتي اللي مالهمش برضه اي 30 لازمه وتمثيلهم يقرف الكلب، دلوقتي انتوا بتطلعوا برضه كل همكم تقطعوا شرايينكم على البلاد التانية، ايا كان البلد بقى، فلسطين، لبنان، اي بلد تاني. يا اخويا اعتبر مصر بلد تاني لا نظفتك وعملتك وانت ما كانش لكم اي 30 لازمه. اطلع كده اكتب اي حاجه بوست على بلدك. احمد سلام اللي قطع شرايينه عشان المقاطعه وعشان فلسطين وعشان طب ما هي مصر اللي عملتك يا فنان. ما شفناش منك بوست تأييد لبلدك. مش هقول لك بقى ولا الرئيس ولا حاجه، لجيش بلدك، للي بيحصل في بلدك. ما شفناش منكم اي حاجه تأيدوا بها بلدكم. يعني ليه ده انتوا عار علينا والله العظيم. كمان مره انتوا عار علينا، انتوا عار على مصر. انا كواحده مصريه انتوا عار عليا، وهتكلم بلسان 100 مليون مصري شريف. انتوا عار علينا. بتشوف اللي بيحصل بره، اي فنان في لبنان، اللي بيحصل في لبنان فنانينها بيطلعوا يتكلموا عليها، مع انه عارفين ان في خراب في بلدهم، وان في ناس اسباب هم السبب في اللي حصل. ما بيطلعوش يتكلموا على اللي خرب بلد، لا بيطلعوا يأيدوا بلدهم ويتكلموا كلمتين حلوين في بلدهم. ده لطيفه تونسيه اللي هي مش مصريه تتكلم على بلدنا اكتر منكم. راغب علامه، اليسا، جرايه فنانين. انتوا كبركم بس تقولوا مصريين عشان تقبضوا، تكبركم بس تقولوا تفتحوا صفحات علشان تلموا بس ريتشات وفلوس على قفا ان انت فنان مصري، واحنا اللي عاملينك. بس هقول ايه، طب انتم مالكوش خير في بعض. يعني انتوا كفنانين مالكوش خير في بعض. الواحد منكم بيموت من هنا بتروحوا تحضروا حفلات من هنا وترقصوا وتهيصوا. يعني انتم مالكوش خير في بعض، وكنتوا بتمثلوا مع بعض، اللي مثل مع بعض كذا جزء، واللي مثل مع بعض كذا فيلم، واللي مثل مع بعض كذا مسلسل، واللي عمل مع بعض مسرحيات. مالكوش خير في بعض. هيبقى لكم خير في بلدكم اللي نظفتكم وعملتكم؟ اكيد لا. انا مش هلوم عليكم، انا حبيت بس اقول الكلمتين دول اللي بلسان 100 مليون مصري شريف. انتم عار علينا فنانين مصر واللي اترموا في احضان الخليج. طبعا هم عارفين نفسهم. انتم عار علينا. انا مش هقول لك بقى انت رحت اترميت في احضان الخلايجه بقى عشان بتكره مصر. لا، انت سعادتك كاره مصر. محمد هنيدي انت عار علينا لما تروح
تهبل بكلام اهبل وتطلع تقول ده السعوديه هي 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 الاساس الفن ومش عارفه ايه، وتقول اي نعم انت عار علينا. طبيعي انكرت خير بلدك عليك ونسبتها لحد تاني، مع احترامي للسعوديه واهل السعوديه المحترمين. انت عار علينا، ولا شفنا منك تأييد لبلدك ولا كلمه. بتترعب لحد يتكلم عليك كده في 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 ان انت قلت مثلا تحيا مصر. تمام. بس برضه هلومك على ايه؟ ولا حاجه. مالكش اي 30 لازمه. وفنانين مصر انتوا معار علينا بس. وقطع شرايينكم حلو قوي عشان البلاد التانية والبلدكم. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ان لو مصر حصل لها حاجه انتم كفنانين هتهربوا منها. اللي بيدور على جنسيه تانية غير جنسيه بلده، اللي متاكده منه ان انتوا هتجروا على البلاد التانية لو مصر حصل لها حاجه. مش هتدعموها ولا تقفوا جنبها. تحيه للفنانين العرب اللي بيقفوا جنب بلادهم. الا انتوا فنانين مصر انتوا عار علينا بس.